السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله خير وسعادة وبركة على اصحاب برج القوس، حبايبنا في كل العالم كله. اصحاب برج القوس النهاردة ان شاء الله عايزين نشوف مع بعض التوقعات الخفيفة بأمر الله والإيجابية إن شاء الله. قبل ما نبدأ أي شيء هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس، بفكركم باللايك يا حبايبي، واللي لسه ما اشتركش في القناة يحاول ان هو يشترك بقى كده وفعل الجرس للكل عشان يوصله ان شاء الله كل الفيديوهات بأمر الله. بشكر كل الكومنتات الجميلة اللي بتسعدني جدا، وهي طبعا من أصحاب برج القوس، لأنهم ناس يعني محبين للخير ومحبين للدعاء الحلو اللي بيبقى من القلب. وأنا بشكركم جدا على دعائكم لي أخويا العزيز، وربنا يا رب يشفيه و يعني يشيل عنه شوية من اللي هو فيه، وهو والله لسه تعبان يا جماعة وحالته برضو حرجة. ادعوا له بالشفاء ولكل مريض يا رب، ربنا يشفي الجميع. وبشكركم جدا جدا على كومنتاتكم وعلى اخلاقكم العالية وعلى اتصالاتكم بيا، والله انا فرحانة بيكم وسعيدة بيكم جدا جدا. وربنا يخليكم ليا يا رب ويحقق لكم كل اللي بتحلموا بيه ان شاء الله يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض بعض التوقعات. هنبدأ كده مع بعض. بصوا حبايبي، هي في علاقة بس علاقة ارتباط، يعني علاقة فيها ارتباط، بس العلاقة ديت سرية. العلاقة ديت مش للعلن، يعني هي في يعني مش ناس كتير عارفاها، يمكن أشخاص بسيطة جدا جدا، مش أكتر من شخص أو اتنين. العلاقة ديت الحقيقة طبعا هي كانت في الخفاء، ولكن هتظهر للعلن. انت متضايق، ما كنتش عاوز ان انت تظهرها في الوقت ده بالذات، لان لسه كان في دماغك حاجات كتيرة على العلاقة ديت، ان هي تبقى للنور وتظهر للنور. ولكن هي للأسف يعني هتتعرف. يمكن هيكون فيها شوية قلق شوية في الأول، شوية لخبطة، ناس هتزعل، و يعني انت هتبقى برضو متضايق، ولكن في حد من الأطراف هيبقى مصمم ان هي يعني تبقى للنور. ما تزعلش نفسك ولا حاجة، بس هو ان شاء الله هيبقى شوية لخبطة كده والأمور هتهدى تاني يعني. والأمور هتهدى تاني، ويمكن ده يكون لصالحك أو لصالحك، يعني محدش يزعل يا جماعة. في اتفاق من صديق عليك، يعني حد صديقك هيتفق عليك مع حد عدوك. انت هتكتشف ده، بس هيكون يعني بعد ما بيحصل الشيء، انت هتكتشف الشيء دوت. آه، هتراجع نفسك، هتراجع امورك، هتراجع اوراقك كلها، هتراجع الناس اللي حواليك واللي محيطة بيك واللي بتكلمك على اساس ان هي بتحبك. في ناس شخصيات كتير الأقنعة بتاعتها هتقع وهتبان على حقيقتها. الحب بيبان والكره بيبان، واللي عاوزك هيسأل عليك حتى لو هو في آخر الدنيا، هيسأل عليك. مش مفيش حد أو في أي حاجة تبعد حد عن حد. كل شيء متاح، كل شيء له آه، رد فعل. بصوا، اللي بيحبكم هتلاقوه جنبكم حتى لو هو في آخر الدنيا. انت نادم على فراق شخص، انت نادم على فراق شخص، او ممكن رجل او امرأة، نادم على الفراق ده. الشخصية ديت كانت في حياتك، مالية حياتك. الشخصية دي كانت بتخليك تضحك، وحتى لو انت زعلان بتخليك تضحك. الشخصية دي فرقتك يمكن نقول من نقول مثلا من 7 شهور أو 8 شهور. الشخص ده
خرج من حياتك، انت كنت فرحان ساعتها ان هو خرج، ولكن دلوقتي في دموع ندم. دموع ندم ان الشخصية دي خرجت من حياتك. الشخصية دي كانت مالية عليك الدنيا، كانت بتسليك، بتشيل عندك همومك، بتحاول تخرج نفسك مع الإنسان ده أو الإنسانة دي، بتقول أسرار كتير، كلام كتير. يمكن علشان حصل شوية تراكمات كده كانت يعني على بعض، انت خرجت الشخصية دي من حياتك، ولكن بتسعى لرجوعها تاني. أصحاب الجلوكوز، في ناس كتيرة من أصحاب الجلوكوز نفسها تفرح، نفسها تفرح من قلبها، نفسها تبكي دموع فرح، نفسها في فرحة كبيرة كبيرة تخرج كده من قلبها. نفسكوا في فرحة تغطي أمور الحزن اللي كانت في حياتك كلها، تغطي الأحزان اللي مريت بيها كلها، الناس اللي هي مطلعتش كويسة بعد عشرة، و آه عاوز تغيير، عاوز تغيير كامل في حياتك. انت محتاج الفرحة دي، والفرحة دي هتتحقق. هتقولوا ازاي؟ هتقولوا دلوقتي. هقول لكم ان شاء الله وبأمر الله، والله الفرحة دي جاية لكم، الفرحة دي هتكون من نصيبكم، والفرحة دي هتبقى كبيرة جدا. هتشكر ربنا، هتسجد لربنا، هتبقى مجنون من فرحتك، مش عارف تعمل ايه، مش عارف تصالح مين من كتر الفرحة. تجيب ايه لده وتودي ايه لده. هتبقى يعني مش طبيعتك اللي انت هتبقى فيها. الفرح حلو جدا، ربنا يا رب ينعم عليكم بيه وما يحرمش حد ابدا من الفرحة. في شخص ان شاء الله هيساعدكم في امر مهم، امر فيه مال. الشخص دوت ان شاء الله هيساعدك وهيقف جنبك لحد ما يجيب لك المال ده، يوصل لك المال ده. انت زعلان من حبيب، قفلت تليفونك، منعزل تماما عنه، اه شايل في قلبك منه. بس هقول لكم، الحبيب ده او الحبيبة ديت في العند شديد جدا عنده او عندها، عنيد. بس هو كل ساعة في رأي، كل ساعة برأي، يعني كل ساعة برأي. ممكن يقولك دلوقتي حاجة، بعدها بشوية يقولك حاجة تانية خالص. انت اتعودت على طبعه، انت اتعودت على طبعه، بس حصل ما بينكم سوء تفاهم او زعل او شيء خلاكم ان انتم تبعدوا عن بعض. بس هو قلبه طيب زي قلبك بالظبط. يمكن لو فتحت تليفونك هتلاقي اتصال منه، تفهم الأمور عشان تمشي في طريق جديد هتمشيه. نفسك تسافر بلد بعيدة، عاوز تغير ناس، تغير حياتك كلها، والقرار هيبقى ليك في السفر ده. في فرصة إن شاء الله لحمل وفرحة بأمر الله. في مال انت بتكمله لشراء منزل او عقار او شقة، بيت. انت بتكمل المال ده، بتسعى ان انت تكمل المال ده، ان شاء الله هتكمله ان شاء الله. بس يا حبايبي، في سحر مدفون في المقابر، في سحر مدفون في المقابر. لازم تبحث عن حد يساعدك، لازم، عشان لو السحر ده طلع، انت حياتك هيدخلها النور والبهجة، هيدخلها المال، هيدخلها الفرحة، هيدخلها راحة البال، وحياتك هتتغير تماما، حتى شكلك الخارجي، لان في حاجات كتيرة متغيرة حتى في الشكل، في الجسم. مش هفسر اكتر من كده،
بس السحر المدفون ده لازم يخرج من المقابر علشان حياتك تظهر للنور. خلي بالكم يا حبايبي من الحروف ديت مش كويسة، ناسها مش كويسين. احذر منهم جدا. عندنا حرف الحاء، حرف السين، حرف الواو، حرف الراء. احذر من أصحاب الحروف ديت. يعني خليكم حذرين أحسن. أتمنى لكم كل الخير وكل السعادة، وبحبكم جدا جدا حبايب قلبي.